خلال هذا اللقاء عندنا مع الإخوان في الملحقة ديال تطوان، جينا باش نشوفوا الوضع اللي المشاكل اللي كتخبط فيها هاد المدينة والصناع ديالها، واتصلنا بالمدير ديال الجهة ديال الصناعة التقليدية بتطوان باش يرشح لنا شي موظف باش يكتب معنا محضر. قال لك سيدي هو ما عندوش العلاقة بالمصلحة ديال الإقليمية ديال تطوان. هذا الشيء هذا تفاجأنا فيه وما كيقبلوش العقل. كيف هو مدير ديال الغرفة ديال الجهة غرفة الصناعة التقليدية وكيقول هالكلام هذا ما غير مقبول. حنا كنعانيو واحد عدة مشاكل اللي هما يعني كما نقولوا حنا اقتصادية تجارية إلى آخره. وهاد المشاكل كاملة علينا كنناقشوها في الدورات اللي هي دورات ديال الجهوية. للأسف كنلقاو داك النقاش اللي كنناقشوه كامل كنلقاوه حوارا على ورق. كنجيو محاضر داكشي اللي قلنا مثلا كاين اللي كيلقاو مكتوب، كاين اللي ما كيلقاوش مكتوب. هذه النقطة الأولية. ثاني حاجة يعني كنلقاو داكشي يعني كنهضروا كنطبلوا في هاوسه كما كيقولوا نمشيو بحالنا. ولهذا حنا اتفقنا كأعضاء ديال إقليم تطوان مع إقليم عمارة المضيق الفنيدق. أنا كنمثل إقليم عمارة المضيق الفنيدق الفنية الإنتاجية، وكما كنقولوا هي العاصمة الساحل الجلالة. وكنشوفوا إقليم عمارة المضيق الفنيدق يعني بصفتي كعضو يعني كما نقولوا حنا مقسمين جميع الأنشطة إلا مدة ديال 3 سنين تم فيها نشاط واحد اللي هو معرض الصناعة التقليدية. ولهذا حنا كنعيشوا هذه المشاكل كامله يعني كما قلت لك ماديه واقتصاديه الى اخره. هنا اتفقنا كاعضاء ديال الاقاليم جوج الاقاليم باش نجيو نديروا هذا الاجتماع ونعبروا ونشوفوا المشاكل اللي كنعانيو منها واللي كنعانيو. واحد المشكل اللي كنعانيو منه بخصوص عاود ربي انا اتصلت كما كيقولوا بالرئيس، اتصلت المديره اللي هي مديره الصناعه التقليديه اللي كتمثل هنا تطوان بهذاك خصوص السجل الوطني للحرفيين. كنلقاو السجل الوطني للحرفيين يعني اللي هو مشروع ملكي، ولكن للاسف يعني كنقولوا بان راه مهمش. يعني الصناعي كيتسجل مده ديال شهر شهرين 3 شهور وباقي ما تسجلش. هو تسجل في السيت، ولكن عن صعيب باش يتفاليدا في السجل الوطني في الوزاره ما كيتمش. ما كاينش هذا الشيء كاع ابدا. ونعطيك بان كاين عندي اسماء وتمشي دابا تقلب عليهم راه ما كاينينش. عندي ثلاثه اللي حاليا عندي 3 اسماء كاينين مسجلين مده ديال شهرين 3 شهور ما كاينينش ما تفاليداوش. هذا مشكل. ولهذا حنا اتفقنا باش نشوفوا هذا المشكل هذا وعده مشاكل اخرى. يعني يودي ان اعبر عن ما يحدث في هذه المدينه من عدم واحد النوع ديال العزوف الحقيقي بالنسبه لهذا القطاع. والرئيس يعني تم اقصاء هذه المدينه رغم ان هذه المدينه مدينه الصناعه التقليديه وعاصمه الصيفيه لصاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله. ومن طبيعه الحال الاشكالات اللي كاينه هو كاين الغياب. هذا الملحق ما كيقومش بالدور ديالو، ما عنده حتى دور، وهنا واحد العدد ديال الموظفين واعتبر هذا اهدار المال العام. وفي القانون هذا راه ملحق اساسي من هذه المؤسسه اللي كينص عليها القانون. هي كاينه الغرفه الجهويه وكاين الملحق هو ديال مدينه تطوان. لا يعقل على ان الملحق فيه واحد العدد ديال الاطور وعدد ديال الموظفين وما عباره عن واحد المكان يعني فارغ جدا. وكما كتشوفوا انتم راه حضرتوا على الشيء هذا الغياب ديال ان الصناعه التقليدي ما بقاتش كتاح له الفرصه باش يجي هذه المؤسسه نظرا للغياب. لا كاين لا تاطير لا تكوين لا تظاهرات. حنا الان مقسمين واحد العدد ديال التظاهرات كاقليم ما عرفناش شنو الاسباب ديالها. يعني لا في واحد العدد ديال خصوصا في 2024 ولا 23 لم يتم اي تظاهره اللي نفرحوا بها في هذه المدينه واللي الصناع التقليديين يفرحوا بها. وفلهذا احنا جئنا اليوم باش نتدارس بعض القضايا خصوصا في ديال التسجيل الحرفي، خصوصا في ديال التغطيه الصحيه اللي تماشيا مع التوجه ديال الوزاره. ولكن مع الاسف الشديد كنلقاو ما كاينش ايادي اللي يمكننا نشتغلوا معها كمؤسسه كموظفين كاطر. وهذا ما اعبر عنه في هذا اللقاء. وصلكم كل جديد على قناتكم شمال بوست. ما تنساوش الضغط على زر الاشتراك وزر الاعجاب وخليوا الاراء ديالكم في التعليقات.